فاكرة لما قالولك مش هتعرفي عشان ست؟ فاكرة لما قالولك دي شغلانة رجالة مش ستات؟ وقتها جهينة قالتلك إنك ست جدعة، عندك إرادة، تقدري تحققي أي حاجة، دورنا بس إننا ندعمك ونمكنك عشان توصلي لهدفك وتنجحي. هي كوماندا لما اتعرض عليا كانت فكره جديده جدا وجميله يعني، وانا اساسا من الناس اللي بحب قوي التحدي، وخصوصا ان لما يكون تحدي ما بين شغل راجل وشغل ست. احنا لما رحنا التدريب عامة اما انت تكون داخل مكان وتلاقي الكل بيرحب بيك وكل مستني حضرتك لما تدخل، بتحس ان انت حاجة جامدة كده. بس لما رحت المصنع وعرفت الدنيا فيها ايه، لا منتج جهينة جميل جدا والحمد لله كده كده معروف في السوق. فدي كانت حاجة حلوة برضو من جهينة، ان هي اتعرفنا هنا الصلاحية مدته كذا، فانا بقول ليه وبكلمه، فهو من كلامي هو فاهم ان انا فاهمه، خلاص كده بقت ثقة. انت كوماندا. انا ما بقتش كوماندا بالساهل، انا بتعب، بمجهود، بشقه، بلف على رجليا، بركوبه السكلات. يعني الموضوع مش سهل، او الموضوع ان انا اقول كوماندا دي ما وصلتلاش حاجه سهل. لما بروح لاي عميل كفايه ان انا بقول ان انا تابع شركه جهينة ومعايا منتجات خاصه بشركه جهينة. انا زمان كنت بشوف اعلانات جهينة على التلفزيون جميله جدا، انا كنت حاسه ان هي شركه كبيره، لكن عمري في حياتي ما تخيلت ان انا ممكن اكون في فريق جهينة نهائي. هو بص، انا عايزه اقول لك ان العائد المعنوي اللي انا خدته من شغل هي كوماندا اكبر بكتير واهم بكتير من العائد المادي. الناس لما شافتنا شغالين في جهينة، في ستات وفي بنات كتير حبوا ان هم يشتغلوا معانا. جهينة خلت الناس عارفاني، حتى الناس بقت عارفاني دي الكوماندا بتاع جهينة. خلاص ببقى فخورة قوي وانا سايقة وماشية جنب عربية كبيرة، كوماندا، انت كوماندا وانا كوماندا. انا عامة اما بروح المخزن ما بحبش يقول لي يا ام اسلام، بحب يقول لي ايه الكوماندا. انا قدرت ونجحت وكملت، وجهينة مكملة معايا. يعني طول ما في حد وراك بيدعمك انت ناجح. حقيقة أنا عايزة أقول شكرا جدا لجهينة ومنتجات جهينة. شكرا لجهينة ان انت علمتيني وان انت دربتيني. بشكر كل اللي شغالين في جهينة، صراحة هم وقفوا معانا وقفة حلوة. شكرا ان انتوا بتهتموا بصحة الناس. كلنا عارفين إن الست المصرية ما تعرفش المستحيل، فيها حنية الدنيا، ووقت الجد ما تلاقيش في جدعنتها. هي الصامدة رغم الظروف، هي القوية اللي شايلة كل اللي حواليها، هي اللي ما بتأثرش في أي واجب أو مسؤولية، هي الكوماندا.